أقيم في كلية الإعلام الجامعة العراقية ندوة علمية تحت عنوان التحول الثقافي وإشكالية اللغة العربية في عصر المعلومات، بحضور عميد الكلية وعدد من الباحثين الذين قدموا بحوثهم خلال عقد الندوة لمناقشة التحولات والمصطلحات اللغوية في وقتنا هذا. الإعلام يعتمد على أدوات نقل المعلومة. المعلومة هي رسالة اتصالية. اللغة العربية بالنسبة للإعلام هي الأداة، يعني هي عبارة عن رموز أو أشكال أو إيماءات، لأنه القائم بالاتصال سواء كان في المجال الصحفي أو الإذاعي أو التلفزيوني يخاطب في كثير من الأحيان على مستوى الاتصال الجماهيري جمهور غير مرئي، وبالتالي يجب أن اللغة المستخدمة في التعبير عن الرسالة الاتصالية تكون مفهومة لدى الجميع، لأنه اختلاف الثقافات بالنسبة للمتلقين يكون عائقا أمام العملية الاتصالية، لأنه يجب أن لا تنزل بلغة الناس إلى لغة الشارع، لأن مطلوب من الإعلام أن يمارس دورا تثقيفيا ودورا تعليميا، وبنفس الوقت يجب أن لا يخاطب المتلقي بلغة أعلى من المستوى، وبالتالي يشعر بأن الإعلام يتكبر عليه. يجب أن يكون بين هذا وذاك استخدام المصطلحات المفهومة، استخدام المصطلحات الغريبة. بكل أسف عديدة وردتنا من الترجمة تتلقاها وسائلنا الإعلامية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية دون أن يعي أن هذه الكلمات هي غريبة عن لغتنا، غريبة عنا، غريبة عن مصطلحاتنا أو قواميس اللغة العربية، هي لغة دارجة. مطلوب من الإعلام أن يمارس دورا تعليميا في هذا الجانب ويبتعد عن هذه الكلمات. أساتذة كلية الإعلام قدموا بحوثهم أمام عدد من المثقفين وأساتذة وطلبة الكلية الذين حضروا الندوة، وتم النقاش حول تطور المصطلحات الأجنبية العربية الاهتمام. عميد كلية الإعلام الدكتور ناهض فاضل أشاد بهذه الندوة البحثية. يمكن الارتقاء باللغة وبمستوى الطلبة على عدة محاور، يعني ممكن كثرة الندوات وكثرة المؤتمرات، هذا مجال. المجال الآخر كثرة الدروس التي هي خارج عن إطار القواعد والنحو، تدعو إلى تعليم اللغة بشكل فني. اللغة العربية عبارة عن وسيلة نقل أفكار، الرموز هي مجموعة نظام وليست يعني هو نظام من جميع أحرف، ليست مجموعة تقتصر على الكثير من الأحرف. لذلك نواجه الكثير من الكلمات العربية التي انطمرت وتشكلت باللغة الأجنبية وخصوصا اللغات الإنجليزية، فكثير من الكلمات التي يستخدمها الإعلامي بشكل خاطئ وهي ليست كلمات عربية لكن البعض يظنها أنها عربية، فكثير من الكلمات التي نستخدمها لكن نجهل معانيها. هذه مشكلة كبيرة تواجه اللغة العربية. الرأي وتقبل الرأي الآخر هي تلك أبرز السمات الإيجابية التي وجدت خلال عقد الندوة. أفكار ومشاكل وحلول تم التوصل إليها نهاية الندوة، مما أثار إعجاب الحاضرين وبشكل متميز.